ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مربى البرتقال. زي ما انتم شايفين ما شاء الله طالعه جميله ازاي. وده البرتقال بتاعنا اللي احنا ان شاء الله هنعمله. طبعا انا عامله برتقال بسره. وطبعا اول حاجه زي ما انتم شايفين هنبشر البرتقال. هناخد بس القشر اللي على الوش، ما ناخدش الابيض لان الابيض بيمرر المربى. زي ما انتم شايفين كده كل البرتقال هاخد القشرة الخارجية اللي بره زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي بالمبشرة، لان انا محتاجة القشر ده بعد كده. وهنا كده خلصت كمية البرتقال كلها. وطبعا زي ما انتم شايفين حطيت القشر في الحلة الصغنونة دي وحطيت عليه مية وهسيبه يغلي على النار 5 دقايق، وهكب المية دي لان المية دي مرة، ودي المرارة اللي هنطلعها من قشر البرتقال. وزي ما انتم شايفين بقى كده هنطلع القشور البيضة دي خالص، هنتخلص منها كلها لان دي بتمرر المربى. فطبعا هتخلص منها كلها، اي قشور بيضة مش هخليها على البرتقال خالص. زي ما انتم شايفين هعمل كمان واحدة قدامكم زي ما انتم شايفين. على قد ما اقدر ما اسيبش اي قشور بيضة خالص خالص على البرتقال. وطبعا انا بفضل ان انا اعمل المربى من البرتقال اللي بسرعة. لكن لو هنعمل من البرتقال البلدي فطبعا بدنا نزود كمية السكر. ودلوقتي زي ما انتم شايفين بقى هبدأ اقطع البرتقال لان انا عايزاها كريمي مش عايزاها قطع. زي ما انتم شايفين بشيل اللي في النص ده، العود اللي في النص ده بشيله خالص من البرتقال كله. زي ما انتم شايفين كده بيتشال معايا بكل سهولة. وطبعا هنا انا بقطع على طبق علشان العصير اللي هيطلع من البرتقال ما يروحش بره. لكن انا مش بفضل ان انا اقطعه على البلانش عشان العصير البرتقال كله هينزل على الارض. فطبعا انا عايزه استفاد من كل حاجه في البرتقال. الميه بتاعته طبعا ما تترماش، ما يروحش مني على الارض. زي ما انتم شايفين الميه كلها في الطبق ازاي. وهنا خلصت الكميه كلها وهبدا احط البرتقال في الحله. طبعا البرتقال من مربى البرتقال من الانواع اللي احنا مش بنسيبها تتنقع بالسكر. يعني مسافة ما بتقلبي فيها 10 دقايق وانتي واقفة كل السوائل اللي في البرتقال بتطلع مع السكر. زي ما انتوا شايفين هنحط 4 كوبايات سكر، دول 2 كيلو برتقال. زي ما انتوا شايفين 2 كيلو برتقال بعد التقشير. يعني انا وزنته بعد ما قشرته طلع 2 كيلو برتقال بالبشر اللي انا طلعته. يعني دول البرتقال طلع 2 كيلو الا، ولما حطيت البشر طلعوا 2 كيلو بالظبط. فعشان نظبط السكر لازم نوزن البرتقال بعد ما يتقشر. وده بعد 10 دقايق زي ما انتوا شايفين خرج السوائل اللي فيه كلها. وزي ما انتوا شايفين هنا هحط عودين قرنفل، ده اختياري. وده قشر البرتقال بعد ما سلقته وصفيته من المية في المصفى حطيته على البرتقال. وهنا بقى هبدأ اسيبه يغلي على النار، وطبعا النار تكون هادية ما نعليش النار عليها. زي ما انتوا شايفين كده ده بعد 10 دقايق. طبعا الريم اللي بيطلع على وش الحلة بنشيله. ودي ربع معلقة ملح ليمون، وكمان هعصر ليمونة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. وبرضه هسيبها 10 دقايق تانيين، يعني هي مش بتاخد وقت على النار. وفي الخطوة دي طبعا هي ما جاتش في التصوير، انا سبت المربى لما بردت وبعد كده ضربتها في الخلاط لان انا عايزاها تكون ناعمة عشان انا بعملها لرمضان وللزبادي. فاولادي مش عاوزينها قطع، لكن لو انتي مش عايزاها قطع ما تضربيهاش في الخلاط. لكن انا ضربتها في الخلاط عشان تبقى قطعة زي ما انتوا شايفين.